بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معاكم ميس أماني علي. يا ريت لو بتتفرجوا عليا لأول مرة، يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح الدرس الثاني من مادة الجغرافيا، تضاريس العالم. احنا كنا اتكلمنا في الفيديو السابق على تضاريس العالم، تضاريس قارات العالم القديم. اتكلمنا عن أهم التضاريس الموجودة في قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن تضاريس قارات العالم الجديد، قارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الجنوبية، وقارة أستراليا. طيب، في البداية معنى كلمة تضاريس، طبعا تضاريس يعني أهم الجبال وأهم الهضاب وأهم السهول اللي بتكون موجودة في كل قارة من قارات العالم. طيب، لو بصينا على قارة أمريكا الشمالية هنلاقي أهم الجبال اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية. في جهة الشرق هنلاقي موجود سلاسل جبال الأبلاش. في جهة الغرب هنلاقي موجود سلاسل جبال روكي. طبعا جبال روكي اللي بتتميز بالارتفاع إنها بتكون أعلى جبال في قارة أمريكا الشمالية، لذلك هنلاقي إن بيغطي قممها الجليد في فصل الشتاء. يبقى تاني، أهم الجبال اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية: في جهة الشرق هنلاقي جبال الأبلاش، في الغرب هنلاقي جبال روكي اللي بتكون أعلى جبال في قارة أمريكا الشمالية، وبتتميز قممها بأن بيغطيها الجليد في فصل الشتاء. كمان في جهة الغرب جبال كاسكيد، وهنلاقي جبال سيرا نفادا اللي موجودة في جهة الغرب. لكن المقرر علينا في الترم الأولاني هي جبال روكي فقط. طيب، ده بالنسبة لأهم الجبال اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية. طيب، أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية هنلاقي في جهة الجنوب هنلاقي في هضبة المكسيك. كمان في شمال جهة الشمال الشرقي، شمال شرق القارة، هنلاقي هضبة ليبرادور. يبقى أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية: في جهة الجنوب هنلاقي هضبة المكسيك، في جهة الشمال الشرقي من القارة هنلاقي هضبة ليبرادور. طيب، بالنسبة للسهول، احنا عارفين أنواع السهول: في سهول ساحلية، سهول فيضية، سهول صحراوية. في قارة أمريكا الشمالية هنلاقي في سهول ساحلية وسهول فيضية فقط. السهول الساحلية هي السهول اللي بتمتد على ساحل المحيط الأطلنطي، ده في الشرق، وكمان في سهول بتمتد على خليج المكسيك في الجنوب الشرقي، يعني في جهة الجنوب ولكن جهة الشرق. خلاص، يبقى السهول الساحلية هنلاقي ساحل المحيط الأطلنطي في الشرق وخليج المكسيك في الجنوب الشرقي من القارة. كمان هنلاقي ساحل خليج هيدسن في شمال شرق القارة. يبقى ساحل خليج هيدسن اللي موجود في شمال شرق القارة. كمان هنلاقي ساحل المحيط الهادي في الغرب. طبعا ساحل المحيط الهادي دي سهول بتكون ضيقة، ولكن ليس بسبب اقتراب جبال روكي من الساحل، ولكن في جبال أخرى زي ما قلنا جبال كاسكيد وفي جبال سيرا نيفادا. يبقى ما نيجي نقول السهول الساحلية في غرب قارة أمريكا الشمالية بتكون سهول ضيقة فقط، نقول سهول ضيقة فقط، ولكن ليس بسبب اقتراب جبال روكي من الساحل. جبال أخرى هي جبال كاسكيد وجبال سيرا نيفادا. طيب، ده بالنسبة للسهول الساحلية. خلاص. طيب، السهول الفيضية هنلاقي السهول الوسطى اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية، وهذه السهول من أهم خصائصها إنها بتمتد من المحيط القطبي الشمالي من جهة الشمال إلى خليج المكسيك في جهة الجنوب. يبقى السهول الوسطى دي سهول فيضية بتمتد من المحيط القطبي الشمالي من جهة الشمال إلى الخليج المكسيك في الجنوب. وهذه السهول هنلاقيها بتتسع في وسط أمريكا الشمالية إلى الشرق من جبال روكي. يبقى شرق جبال روكي، يبقى هنا طبعا جبال روكي أهي، ده شرق الجبال وهنا غرب الجبال. يبقى السهول دي هنلاقيها بتتسع في شرق جبال روكي. إلى الشرق من جبال روكي، إلى الشرق من جبال روكي هنلاقي هذه السهول بتتسع. طيب، بيغطي السهول، هنلاقي بيغطي الجليد الأطراف الشمالية من هذه السهول. يبقى في الأطراف الشمالية من هذه السهول هنلاقي الجليد بيغطيها طبعا لأنها بتقترب من المحيط القطبي الشمالي.
كمان هنلاقي اللي بيوجد فيها البحيرات العظمى اللي موجودة في دولة كندا والولايات المتحدة الأمريكية. طيب من أهم هذه السهول الفيضية هنلاقي سهول نهر نيلسون، سهول نهر نيلسون اللي بيصب في خليج هيدسون. كمان هنلاقي سهول نهر سانت لورانس، سهول نهر سانت لورانس اللي بيصب في خليج سانت لورانس. كمان سهول نهر المسيسيبي اللي بيصب في خليج المكسيك. طبعا هذه السهول بتمتد إلى الجنوب من القارة لأنها طبعا هناك بيوجد فيها أراضي الزراعية. تاني أهم السهول الفيضية اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية هنلاقي السهول الوسطى اللي أهم خصائصها إنها بتمتد من الخليج المحيط القطبي الشمالي من جهة الشمال إلى خليج المكسيك في الجنوب، وهنلاقيها بتتسع في وسط أمريكا الشمالية إلى الشرق من جبال روكي، إلى الشرق من جبال روكي. كمان هنلاقي إن الجليد بيغطي أطرافها الشمالية، ده طبعا بسبب اقترابها من المحيط القطبي. كمان هنلاقي بيوجد بها البحيرات العظمى اللي موجودة في دولة كندا ودولة الولايات المتحدة الأمريكية. وأهم هذه السهول زي ما قلنا سهل نهر نيلسون اللي بيصب في خليج هيدسون. طبعا لازم نحفظ الأنهار والمصبات بتاعتها، يبقى نهر نيلسون بيصب في خليج هيدسون. كمان نهر سانت لورانس اللي بيصب في خليج سانت لورانس. نهر المسيسيبي اللي بيصب في خليج المكسيك. يبقى ده بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية، عرفنا أهم الجبال وأهم الهضاب وأهم السهول. طيب أما نيجي نتكلم بقى عن قارة أمريكا الجنوبية. قارة أمريكا الجنوبية أهم الجبال اللي موجودة بها بتتمثل في جبال الإنديز اللي بتقع في غرب القارة. وهذه الجبال بتكون جبال مرتفعة بتمتد من الأطراف الشمالية حتى الأطراف الجنوبية لقارة أمريكا الجنوبية. أهم الجبال اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية هي جبال الإنديز. بتكون سلاسل جبلية مرتفعة بتقع بالقرب من سواحل المحيط الهادي، لذلك هنلاقي طبعا هنا الساحل بيكون ضيق بسبب اقتراب جبال الإنديز منه. طيب بعد كده هنتكلم عن الهضاب. أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية هنلاقي هذه الهضاب بتقع شرق جبال الإنديز، بتقع شرق جبال الإنديز. يبقى هنا شرق الجبال، هنا غرب الجبال، يبقى بتقع شرق جبال الإنديز. هنلاقي في الشمال هضبة جيانا بتقع شمال القارة. هضبة البرازيل بتقع في شرق قارة أمريكا الجنوبية، وبتكون أكبر هضاب القارة وأكثرها ارتفاعا. في الجنوب هنلاقي هضبة باتاجونيا، يبقى في الجنوب هضبة باتاجونيا بتكون أصغر هضاب القارة في المساحة. يبقى أصغر هضاب القارة في المساحة هضبة باتاجونيا، وأكبر هضاب القارة في المساحة هضبة البرازيل وبتكون أكثرها ارتفاعا. تاني أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية في الشمال هضبة جيانا، في الشرق هضبة البرازيل أكبر هضاب القارة وأكثرها ارتفاعا. في الجنوب هضبة باتاجونيا اللي بتكون أصغر هضاب القارة في المساحة. طيب أهم السهول اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية. أهم السهول اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية عندنا سهول ساحلية وسهول فيضية. السهول الساحلية هي السهول اللي بتمتد على ساحل المحيط الهادي، سهول بتمتد على ساحل المحيط الهادي في غرب أمريكا الجنوبية. وطبعا هذه السهول زي ما قلنا بتتميز بالضيق بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. يبقى السهول اللي بتمتد على ساحل المحيط الهادي في غرب قارة أمريكا الجنوبية بتتميز بالضيق. ليه؟ لأنها بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. طيب في سهول أيضا أخرى سهول ساحلية في شرق أمريكا الجنوبية وفي شمالها، هي طبعا سهول المحيط الأطلنطي. يبقى سهول ساحل المحيط الأطلنطي هذه طبعا السهول بتتميز بالاتساع. يبقى في شرق قارة أمريكا الجنوبية وفي شمالها طبعا دي بتمتد سهول ساحل المحيط الأطلنطي. هذه السهول بتتميز طبعا الاتساع، لأن طبعا هنا مفيش جبال في الشرق ولا في الشمال. طيب بالنسبة للسهول الفيضية هنلاقي عندنا سهول نهر أوريانيكو. سهول نهر أوريانيكو
طبعا نهر أوريانيكو ده بيصب في البحر الكاريبي طبعا ومنه إلى المحيط الأطلنطي. كمان عندنا سهول حوض الأمازون، سهول حوض نهر الأمازون طبعا ده بيكون أوسع سهول فيضية في العالم. يبقى سهول نهر الأمازون دي بتعتبر أوسع سهول فيضية في العالم، واللي بيجري فيها نهر الأمازون بروافده. طبعا هنلاقي نهر الأمازون هنا ليه روافد عديدة، روافد عديدة. يبقى أهم أو أوسع سهول فيضية في العالم هي سهول نهر الأمازون، اللي بيجري فيها نهر الأمازون طبعا بروافده العديدة، وبيصب أيضا في المحيط الأطلنطي. طيب كمان هنلاقي سهول نهر لابلاتا، سهول نهر لابلاتا أو بيعرف كمان باسم نهر البنباس. يبقى نهر سهول نهر لابلاتا أو سهول نهر البنباس اللي طبعا بتمتد من الشمال إلى الجنوب. يبقى سهول نهر لابلاتا دي بتمتد من الشمال إلى الجنوب. طبعا هذه السهول بتجري بها أنهار زي نهر برانا، نهر باراجواي، ونهر لابلاتا، نهر لابلاتا. يبقى سهول لابلاتا اللي هي بتعرف بالبنباس بتجري فيها أنهار نهر برانا، نهر باراجواي، ونهر لابلاتا، وهذه الأنهار كلها بتصب في المحيط الأطلنطي. يبقى تاني أهم السهول الفيضية اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية هنلاقي سهول نهر أوريانيكو اللي بيصب في البحر الكاريبي ومنه إلى المحيط الأطلنطي. كمان سهول حوض نهر الأمازون، نهر الأمازون اللي بيكون أوسع سهول فيضية في العالم. يبقى نهر الأمازون بيكون أوسع سهول فيضية في العالم، وبيجري فيها نهر الأمازون طبعا بروافده العديدة، روافده العديدة، وبيصب نهر الأمازون ده في المحيط الأطلنطي. كمان عندنا سهول نهر لابلاتا أو المعروفة بالسهول البنباس بتمتد من الشمال إلى الجنوب، وبتجري فيها أنهار نهر برانا، نهر باراجواي، نهر لابلاتا. طيب وهذه طبعا الأنهار بتصب في المحيط الأطلنطي. طيب بعد كده عندنا آخر قارة هي قارة أستراليا، تضاريس قارة أستراليا. أهم الجبال اللي موجودة في قارة أستراليا جبال الحاجز الكبير، جبال الحاجز الكبير اللي موجودة في شرق وجنوب القارة. بتعرف أيضا بجبال الألب الأسترالية. يبقى جبال الحاجز الكبير اللي معروفة باسم الجبال الألب الأسترالية. هذه الجبال بتمتد على الساحل الشرقي زي ما قلنا، الساحل الشرقي والجنوبي. كمان إنها بتكون على شكل قوس، بتكون على شكل قوس، وبتتميز بالارتفاع، وبتقطعها بعض الأنهار زي نهر دارلينج. خلاص يبقى دي أهم الجبال. يبقى تاني أهم الجبال اللي موجودة في قارة أستراليا هنلاقي جبال الحاجز الكبير اللي معروفة باسم الجبال الأسترالية، بتكون على شكل قوس، موجودة في الشمال الشرقي. يبقى موجودة في الشمال الشرقي وفي الجنوب من القارة، وبتجري فيها بعض الأنهار وبتتميز بارتفاع. طيب أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أستراليا هنلاقي الهضبة الغربية، الهضبة الغربية. يبقى الهضبة الغربية وبتشغل نصف مساحة القارة. يبقى الهضبة الغربية اللي بتشغل نصف مساحة القارة، وبيتميز معظم سطحها بالاستواء. هنلاقي بقى ان قارة استراليا المعروفة بالقارة الأوقيانوسية بتكون بتتميز بانها بتشبه تضاريس قارة افريقيا، لانها بيسودها المظهر الهضبي. يبقى قارة استراليا زي قارة افريقيا هما الاثنين بيسودهم المظهر الهضبي، يعني سطحها كله على شكل هضبي بيسودها المظهر الهضبي. طيب ده بالنسبة للهضاب. يبقى تاني الهضاب الموجودة في قارة استراليا او القارة الاوقيانوسية هي الهضبة الغربية اللي بتشغل نصف مساحة القارة، بيتميز معظم سطحها بالاستواء. طيب أهم السهول بقى اللي موجودة في قارة أستراليا هنلاقي قارة أستراليا فيها سهول ساحلية وسهول فيضية وسهول صحراوية، بردك بتشبه قارة أفريقيا في السهول. قارة أفريقيا هي الوحيدة اللي فيها سهول ساحلية وسهول فيضية وسهول صحراوية، كذلك قارة أستراليا يوجد بها سهول ساحلية وسهول فيضية وسهول صحراوية. طيب أهم السهول الساحلية اللي موجودة في قارة أستراليا هنلاقي سهول، طبعا زي ما احنا عارفين سهول
الساحل المحيط الهندي في الغرب وفي الجنوب، وكمان سهول المحيط الهادي. هنلاقي هذه السهول بتتسع في الشمال وفي الغرب وفي الجنوب، ولكنها بتضيق في الشرق طبعا بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. كمان ده بالنسبة للسهول الساحلية. هنلاقي أيضا في سهول فيضية. سهول فيضية هنلاقيها سهول متسعة بيجري بيها أنهار، نهر دارلينج ونهر ميري. يبقى السهول الفيضية بيجري فيها أنهار نهر دارلينج ونهر ميري. دي طبعا السهول الفيضية، هما الاتنين بيصبوا في الخليج الأسترالي الكبير. الخليج الأسترالي الكبير يبقى السهول الفيضية بتتميز بأنها بتكون سهول متسعة بيجري فيها نهر ميري ونهر دارلينج، وهذه الأنهار بتصب في الخليج الأسترالي الكبير. وبتعد طبعا هذه السهول بتكون صالحة للزراعة، وكمان بيوجد فيها كثير من المدن المهمة في قارة أستراليا. طيب بالنسبة للسهول الصحراوية، هنلاقي السهول الصحراوية بتوجد في داخل وفي غرب القارة. بتوجد في داخل وفي غرب القارة. بتوجد سهول صحراوية في داخل القارة وفي غرب القارة، وهي بتكون عبارة عن صحاري رملية بتقل فيها موارد المياه. يبقى السهول الصحراوية بتوجد في داخل وفي غرب القارة، وبتكون عبارة عن سهول أو عبارة عن صحاري رملية بيقل فيها موارد المياه. يبقى احنا كده اتكلمنا النهاردة عن قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية وقارة أستراليا، وعرفنا أهم التضاريس اللي موجودة في جميع القارات. وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وتابعوني. كانت معاكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.